تخيل معايا انت بتنقل لبيت جديد، اوسع، ارخص، كل حاجه ماشيه تمام، بس في اول ليله تحس ان الهواء تقيل، وفي الليله التانيه تلاقي الكراسي بتتحرك لوحدها ولعب البنات بتختفي وتظهر في غرفه تانيه. ده مش خيال، دي قصه حقيقيه لفيلم كونجورينج. عائله بيرون سكنت بيت قديم في رود ايلاند، واكتشفوا انه كان ملك لواحده اسمها باتشيبا. الناس ساعتها اتهموها ان هي كانت ساحره. كارولين الام بدات تشوف كوابيس وتسمع همسات في ودانها، وكان دايما الساعه 3 و7 دقايق الفجر هي لحظه الرعب الحقيقيه. لحد ما جم اد ولورين والن المحققين في الظواهر الخارقه وحاولوا يعملوا جلسات، بس اللي حصل كان ابعد بكتير عن اللي اتصور في الفيلم. البيت لحد النهارده لسه مش مريح، وكل اللي بيدخله بيحس ان هو مش مرتاح. دي كانت قصه حقيقيه مرعبه اكتر من الفيلم نفسه. لو عايز تعرف الفرق بين الفيلم والواقع هتلاقوا الحلقه بالكامل على قناه صندوق الدنيا. روح وشوفها دلوقتي، وما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه